إصدار شهادة 40% بالبنوك وأيهما أفضل؟ أربط شهادة 40% أم الشهادة 30% بالبنك الأهلي وبنك مصر بعد اجتماع البنك المركزي الأخير. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش شارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعالى بينا نشوف الفيديو الجديد. بعد قرار البنك المركزي أمس ولجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس يوم 23 مايو 2024، وقررها بالإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير، ليصل العائد إلى 27.4% و28.4% على الترتيب، وسعر ائتمان الخصم 27.75%، وجاء ذلك نتيجة رؤى البنك المركزي الاستقرار ونزول التضخم. أما حاليا بدأ كثير من العملاء بالتساؤل: هل نربط الشهادات المطروحة حاليا المتناقصة 30% بالبنك الأهلي أو بنك مصر، أم نربط أي شهادة مرتفعة العائد؟ وهل شهادة 40% التي تم طرحها في البنوك أفضل أم شهادة 30%؟ لأنه منذ الاجتماع السابق اللي قرر فيه البنك المركزي رفع الفائدة 600 نقطة أساسي دفعة واحدة 6%، وبعدها بدأ البنك المركزي برفع أسعار الفايدة على الشهادات وأصدر شهادة 30% متناقصة، أول عام 30% وتاني عام 25% وتالت عام 20%، كما تم إصدار شهادة سابقا 40%. الشهادة دي كانت بتصدر في البنك العربي الأفريقي والدفع عليها مقدما. لذلك هنا بدأ بعض العملاء بالتساؤل: أربط الشهادة 40% المدفوعة مقدما أم أربط الشهادة 30% المتناقصة؟ أولا شهادة 30% متناقصة عند ربطك 100,000 جنيه هتحصل في أول عام 30,000 جنيه، تاني عام 25,000 جنيه، تالت عام 20,000 جنيه، يعني المجمل كله 75,000 جنيه في نهاية المدة. أما الشهادة 40% هتحصل على 40,000 جنيه دفعة واحدة بعد ربط الشهادة، وهنا العائد تقدر تستثمره مرة أخرى في شهادة أخرى أو أذون خزانة أو ذهب، لك حرية الاختيار في الاستثمار. أما لو مش هتستثمر فيها فالشهادة 30% أفضل لك، لأنك هتحصل في نهاية المدة على 75,000 جنيه. وانتظر مننا باقي الشهادات اللي هيتم طرحها الأيام القادمة، فمتنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك للفيديو.